الولايات المتحدة الأمريكية بتضم 57 خط طول، ده اللي بيخلي فيه فروقات في التوقيت ما بين ولايات أمريكا نفسها. ما بالك بقى بالقارات التانية زي أوروبا وأفريقيا. عشان كده لقينا إن في ماتشات في كأس العالم هتتلعب الفجر والساعة 7 الصبح، منهم طبعا ماتش الأهلي اللي كان الساعة 3 الفجر، ماتش بعنوان عملنا أداء مشرف ولكن يعني الحظ واللمسة الأخيرة والحاجات دي. بعد ما بقيت أحس إن الموضوع ده بدأ يأثر على شخصيتي أنا كمصري، يعني بعمل أداءات جامدة قوي بس ما بوصلش اللي أنا عايزه برضه، ذاكر كويس جدا واخش اغلط في الامتحان، فاهم؟ فلو بصينا على فرق التوقيت داخل ولايات امريكا نفسها، عند خط طول 74 غربا ولايه كاليفورنيا اللي عند 118 غربا، فرق ما بين الولايتين بتاع 3 ساعات، فرق ما بيننا والسعوديه ساعه. فلو جينا بقى لفرق التوقيت ما بين مصر وامريكا، مثلا القاهره اللي عند خط طول 31 شرقا، مدينه ميامي اللي كان بيتلعب فيها الماتش في ولايه فلوريدا خط 80 غربا، بحسبه بسيطه جدا هتجمع الخطين ما دام شرق وغرب وتضرب في 4 وتقسم على 60 يطلع لك 7 ساعات فرق في التوقيت. فماتش الاهلي اللي كان بيتلعب عندنا الساعه 3 الفجر بيتلعب في امريكا المفروض الساعه 8، لكن عشان يعني فرق التوقيت الصيفي بقى ومش التوقيت الصيفي بيبقى فرق 6 ساعات، كان بيتلعب عندهم الساعه 9. بالتالي دي تعتبر اسوأ حاجه في البطوله، ان البطوله منظمه في امريكا، استبعاد ان مثلا الفيفا مش مهتميه قوي بالمشاهدين في افريقيا واسيا مثلا، يعني مهتمين بمشاهدين اوروبا بانهم هيجيبوا لهم فلوس وكده، فهم نفس التوقيت بتاعنا برضه، ففي فرق التوقيت ومش هيتابعوا الماتشات والناس بتنام بدري ووراها شغل وكده يعني. لسه بقى جاي في كاس العالم كمان، يعني ده كاس عالم انديه، امال بقى منتخبات هنعمل ايه؟ موضوع ان كاس العالم في امريكا ده يعني دي عامل مشكله كبيره جدا.